السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. فيديو حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. هاتي بقى نص كيلو مكرونة، اقل من نص كيلو مكرونة عادية خالص، اي نوع مكرونة، حتى لو واحدة وواحدة او نوعين ثلاثة مع بعض، او المهم اي حبة مكرونة عندك. وتعالي نعمل احلى صينية عزيزية دمياطي، تحفة تحفة، جميلة جدا ومظبوطة وحلوة وحلوة قوي. طبعا من الحلويات اللي احنا بنحبها في البرد والسقعة دي وبتدفي. تمام تمام. هنجيب بقى اللتر حليب ونقسمه نصين، نص نحطه في الخلاط، والنص التاني هنحطه تاني بس بعد شوية بشوية. بس قبل ده كله بقى هنسلق المكرونة في يعني ربع الحلة مية، وتحط فيها اللي هو نص كيلو مكرونة او اقل من نص كيلو. اي حبة عندك مكرونة ربع كيلو، اقل من نص كيلو بشوية. تمام. وتحطيه يتسلق، لا خالص خالص، في حبه ميه صغيره. احنا في العاده بنسلق المكرونه في ميه كتيره، لا انت بقى ربع الحله ميه، وتحطي المكرونه تتسلق خالص. وبعد كده ما تصفيش ميتها، تسيبيها زي ما هي وتغطي عليها لحد ما تشرب ميتها خالص، النشا بتاعها خالص خالص. تمام. زي ما انت شفتها كده في اول الفيديو، وهتشوفها دلوقتي وانا بحطها في الخلاط. تمام كده. هنحط بقى اللبن، نص لتر حليب هنحط نصه في الخلاط. ونحط بقى فيه بقى الاول الاضافات، كوبايه سكر او حل زي ما انت عاوزه براحتك بقى، كوبايه ونص زي ما انت عاوزه التحليه. معلقتين كده لو عاوزه تعززي الطعم، طبعا ما هي عزيزيه، تحطي بقى معلقتين 3 قشطه كده حلوين ان شاء الله، حتى قشطه وش اللبن. تمام. معلقتين كريم شانتيه، معلقه كريم باتسير، معلقتين جوز هند مبشور. جوز الهند المبشور ده اللي هو جوز الهند المبشور اللي احنا عارفينه كلنا، معلقتين او 3 زي ما انت عاوزه براحتك برضو. وباكو فانيليا، وبس كده. تمام. وتضربي بقى المكرونه. شفتوا بقى بعد ما سبتها اتسلقت وسبتها شربت النشا بتاعها، هتحطي بقى في الخلاط شويه بشويه كده، وتضربي في شويه بشويه وتضربي. تمام. لحد ما تخلصي الكميه كلها بقى، اللي هي تكفي صينيه كده. وبعد كده بقى نكمل الوصفه. تمام كده. حلوه قوي قوي صينيه العزيزيه دي، حلوه، واعمليها وبتطلع خرط وجميله، واعمليها بنفسك ووفري حقها لانها غاليه. شايفين بقى شكلها ازاي بعد ما ضربت في الخلاط بقى. هنحط بقى معلقه نشا في معلقتين ميه. تمام. وهنضرب ضربه تانية في الخلاط، وبعد كده بقى نحطهم في حله على النار. الخليط كله بقى هو شوفي شكله ازاي على النار بقى، يبقبق بس شويه كده، وبعد كده ننقله في صينيه. بس الخطوه دي ما تصورش، مش معقول، معلش بقى يعني. هتحطيه في الصينيه بقى، في صينيه الفرن. وبعد ما تحطيه في الصينيه بقى خالص، تسيبيه لما يهدى خالص من الدخانه كده ويبرد. ترشي يعني تمسحي وشها بسمنه كده سايحه، معلقه سمنه بس كده، تدهني وش الصينيه كده. وترشي سكر بودره وتدخلها الفرن، تطلع بالشكل ده بقى كده. تطلع بالشكل الجميل ده. هم كانوا صينيتين على فكره، واحده اتاكلت ودي سبتها بقى لتاني يوم كده ولا حاجه، لان الجو برد وبرد بسرعه. شايفين الجمال.